حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى عامله لكم المخ البانيه بطريقه حلوه جدا جدا جدا، ان شاء الله هتعجبكم. بتتبيله حلوه قوي قوي يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده كريسبي جدا من بره ومن جوه طري جدا، طعمه في منتهى الروعه والجمال وما بياخدش اي وقت، سهل وسريع ولذيذ، والمخ من الحاجات الجميله اللي مليانه فوائد اللي كلنا بنحبها. وبصي ابيض ومنور ازاي، هقولك ازاي تنضفيه ويبقى معاكي زي الفل بالمنظر والجمال اللي انتي شايفاه ده، وطعمه بجد حكايه احلى وانضف من بتاع الشارع بكتير. يلا نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ونشوف المقادير والطريقه. اول حاجه بجيب بوله بحط فيها ميه بارده عادي من الحنفيه، وبنزل فيها بمعلقتين دقيق زي ما انتم شايفين كده، وحوالي معلقه كبيره من الخل، وكمان معلقه كبيره من الطحينه. ده زي محلول كده يا جماعه انا بعمله علشان انقع فيه المخ شوية، علشان اتأكد ان مفيش اي زفارة في المخ بتاعي، يبقى نضيف وزي الفل. المحلول ده بيخلي يبقى منور ونضيف وحلو جدا جدا. هسيبه بقى في المحلول ده مش كتير يعني، من تلت ساعة لنص ساعة، وبعد كده بطلعه وبشطفه بالراحة قوي. طبعا المخ من الحاجات الحساسة، بالراحة جدا جدا كده بشطفه تحت الحنفية. وبصوا بقى بيبقى معايا منور وبالشكل ده. بعد كده بقى هحضر طماطمايه متقطعه ارباع، بصلايه متقطعه ارباع، جزرايه وعود قرفه خشب وكباب صيني وقرنفل وحبهان مستكه، الحاجات العطريه اللي بتدي ريحه حلوه دي. وحله ميه بتغلي بقى على البوتاجاز، وهنزل فيها بكل البهارات الصحيحه اللي معايا دي، والبصل والجزر، وهنزل بالمخ بتاعي وهنزله في الميه المغليه دي 3-4 دقايق كده بس. ياخد سلقه خفيفه، مش عايزاه يستوي بس ياخد سلقه كده. الحاجات اللي انا حطيتها دي هتخلي المخ بتاعي نضيف مفهوش اي زفاره، وريحته كمان حلوه قوي قوي قوي. بعد كده بطلعه وبحطه على ميه، في ميه ساقعه او ميه يكون فيها تلج، علشان اوقف عمليه التسويه بتاعته. وبعد كده باخده بقى وانضف بقى لو في اي زوايد بقى او اي حاجه انا مش عجباني. شايفين الشعيرات دي اللي بتبقى، اللي هي بتبقى الخطوط دي اللي بتبقى في المخ، اللي بيبقى لونها غامق مسوده دي، بطلعها لان كده بقى سهل معايا ان انا اطلعها، لان نزلته في الميه فبقى سهل معايا ان انا اطلع اي حاجه بقى مش عجباني شكلها مش لطيف. بصوا الحاجات اللي انا بطلعها دي، العلامات والخطوط دي اللي بتبقى موجودة في المخ بتتشال معايا بكل سهولة. هتأكد كده ان انا نضفته كويس جدا واشيل كل حاجة فيه بالشكل ده. كده انا ضمنت واتأكدت ان المخ بتاعي زي الفل ونضيف جدا جدا جدا. المحلول اللي عملناه في الاول، السلقة اللي خدها مع الاعشاب العطرية والحاجات اللي حطيناها في المية، كل الحاجات دي خلت المخ بتاعي يبقى نضيف وزي الفل زي ما انتوا شايفين معايا كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. بعد ما خلصت كده تنظيف المخ خالص واطمنت انه بقى زي الفل، باخده بقى وببدأ ان انا بقطعه بقى التقطيعة اللي انتي عايزاها، تقطعيه كبير بقى صغير. انا بقطعه كده تقطيعة كده زي البانيه، لا هي كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. وبفضل كده اقطع لغاية ما بخلص الكمية اللي معايا. وبعد كده بقى هحضر تتبيلة. برضو عندي تتبيلة سهلة وسريعة. عندي مية بصل، بجيب بصلاية كبيرة وببشرها واعصرها كويس واخد المية بتاعتها، وعندي كمان عصير ليمون وتوم مفروم. والبهارات معايا عبارة عن نص معلقة من البابريكا ونص معلقة من السبع بهارات والكمون والكزبرة، وطبعا ما ننساش الملح والفلفل نص معلقة صغيرة. بجيب بولة بقى وبنزل فيها بمية البصل والثوم المفروم. الثوم المفروم برضو حوالي كده نص معلقة صغيرة، والبهارات اللي معايا. وبعد كده بدوب بقى كل الكلام ده مع بعض، وعصير الليمون طبعا، وبقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه امكسه حلو كده. دي التتبيلة اللي هحط فيها المخ. التتبيلة دي هتخلي لي المخ طعمه حلو جدا جدا جدا. برضو الليمون هيساعد ان ميبقاش فيه اي زفارة او اي حاجة. وبنزل بقى بالمخ بتاعي في التتبيلة واسيبه برضو من تلت ساعة لنص ساعة، وبعد كده ابدأ اشتغل بيه.
بعد كده بقى باجيب طبق بكون حاطة فيه بيضة مع نص كوباية لبن وملح وفلفل، وطبق تاني حاطة فيه بقسماط مع كمون وفلفل وكزبرة ورشة ملح و7 بهارات، وبقلب الحاجات دي مع البقسماط، وببدأ بقى اخد من المخ بتاعي انزل بيه في البيض واللبن، وبعد كده احطه في البقسماط، وبفضل كده لغاية ما بخلص كل الكمية اللي معايا. الكفر ده بيبقى طعمه حلو جدا جدا. زي ما انتوا شايفين انا تبلت البقسماط علشان هو كمان لما تيجي تاكلي يبقى واخد طعم من نفس التوابل اللي احنا حطيناها في التتبيلة، فبالتالي الطعم معايا يبقى حلو جدا جدا جدا. اهم حاجة بالراحة خالص، ما تضغطش على المخ خالص، لان المخ من الحاجات الحساسة اللي ما بتستحملش، فاكون حريصة على قد ما اقدر ان انا بالراحة انزل في البيض واللبن، وبعد كده على البقسماط بالراحة جدا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين معايا. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ياريت تحطي لايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. بفضل كده لغاية ما بخلص الكمية اهي زي ما انتوا شفتوا معايا، وبعد كده بقى بجيب الزيت بتاعي وبيكون درجة الحرارة بتاعته متوسطة، لا هو سخن قوي ولا هو بارد، درجة حرارة متوسطة. وابدأ بقى انزل بوحدات المخ بتاعتي برضو بالراحة زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، لغاية ما يبدأ ان هو يلون وياخد لون ذهبي. وبعد كده ابدأ بقى في ان انا اقلبه. هو بيستوي بسرعة جدا لان هو اخد كمان السلقة الاولانية دي هتساعد معايا ان هو يبقى مستوي كويس من جوه وما ياخدش اي وقت في التحمير. بصوا بسرعة ازاي ابتدى ان هو ياخد لون. هقلبه كده على الناحية التانية، واول ما ياخد لون ذهبي حلو كده من الناحيتين زي ما انتوا شايفين معايا كده. بصوا يا جماعة شكله تحفة، عايزة اقول لكم كريسبي جدا جدا وطري من جوه جدا جدا وطعمه في منتهى الروعة والجمال. بس كده بطلع بقى المخ بتاعي من الزيت بالشكل ده، طبعا برضو بحرص، وبعد كده بقى بقدمه وبيطلع معايا بالشكل والجمال ده زي ما انتوا شايفين. جربوه صدقوني هيعجبكم جدا جدا جدا، وهستنى رأيكم وتعليقاتكم وتطبيقاتكم لان بجد رأيكم بيهمني جدا وبيفرق معايا جدا جدا. لو عايزين اي وصفة قولولي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم. وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. وجربوا بقى المخ بطريقتي واوعدكم مش هتشتروه من بره تاني لانه بجد طعمه حلو جدا جدا واحلى وانضف من بتاع الشارع 100 مرة. يلا بقى باي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي يا حبايبي.